السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد خالد مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. معانا النهاردة ماشيين دلوقتي في الأبعاد بتاعة العربية خط مستقيم علشان نقدر نظبطها ونعرف نطلع على الطريق بدون ما نبقى فيه خوف ولا فيه توتر، نبقى عارفين أبعادنا كويس لو دخلنا في طريق زحمة أو أي حاجة. دلوقتي دخلنا بالوش، هنبدأ إن احنا نعملها بالظهر عشان احنا عندنا بنتدرب الوش والظهر. طبعا ده بيكون اول اختبار انا بعمله علشان اتاكد مليون في المية ان العميل بيعرف يبص في مرايته كويس. ده مبدئيا. تاني حاجه سنس الدبرياج بتاعه ممتاز. تالت حاجه الدركسيون بتاعه ممتاز. فدول اكتر 3 حاجات بيميزوا الشخص المتدرب الصح في المانيوال بالذات ان هو يبقى مؤهل يخش على الاختبار اللي بعده. زي ما انتم شايفين دلوقتي مستر احمد خالد يبدا يتخطى اخر قمعين ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد خالد زي ما احنا شايفين دلوقتي مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. بنبدأ نعمل التخطي او الانتقال من حارة لحارة او التجاوز من عربية لعربية. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعملها اللي هي اصعب زاوية اللي هي الجنب اليمين بتاع العربية. هنخش قدام ونلف الناحية التانية ونعملها. بنعملها طبعا مع الناحيتين. ليه الناحيتين؟ علشان نضمن ان العميل يقدر يتخطى من حاره لحاره او من عربيه واقفه قدامه سواء يمين او شمال في نفس الوقت من غير ما يبقى في غلطه ولا في اي غلط معاه. زي ما احنا شايفين دلوقتي بدات ان انا الف الناحيه التانيه عشان هو يبدا هيعملها من الناحيه التانيه. زي ما احنا شايفين اهو خليته يلف من هناك. لازم اتاكد مليون في المية ان العميل معايا يطلع على الطريق من غير ما اللي قاعد جنبه يبقى قاعد ولا خايف ولا مرتبك، ولا العميل نفسه يبقى عنده سنة رهبة ولا سنة خوف ولا سنة فوبيا ولا اي حاجة. ليه؟ طالما اتمكنت كويس جدا وعملت كل حاجة صح وخدت كل الاساسيات فتقدر ان انت تطلع براحتك من غير ما يبقى في عندك رهبة ولا في خوف، لانك خلاص ذاكرت كويس وبالتالي مستعد لأي امتحان. هيبدأ يعملها من الناحية التانية اللي هي الناحية اللي بتبقى أسهل شوية اللي هي ناحية يمين، إنما الناحية التانية ناحية الشمال لما كان بيكسر فكان العربية اللي واقفة أو اللي معاه اللي واقفة ناحية يمينه فكانت بتبقى أصعب. طبعا مع التخطي لازم بيضرب إشارة يبص في المراية ويبدأ يخش واحدة واحدة عشان يعرف يتخطى صح من حارة لحارة أو من عربية لعربية. زي ما احنا شايفين مستر أحمد خالد العالمي مع العالمي. انت عالمي وتقدر تعمل كل حاجه. اتمنى لك الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد خالد مع اكاديميه العالمي لتعليم قياده السيارات. زي ما احنا عارفين طبعا شعارنا مع العالمي انت عالمي وتقدر تتحدى نفسك وتقدر تعمل اي حاجه وتقدر تسوق اي عربيه في اي مكان حتى لو كان زحمه. زي ما احنا شايفين مستر احمد خالد بيبدا ان هو يطلع من الركنه العمودي. طبعا بنعملها بالايماع علشان ما يكونش عند اي حد من اللي بتدربه معايا عنده رهبه او خوف ان هو يخبط العربيه او انه يخبط العربيه اللي قدامه او اللي وراه اللي هو بيتدرب جنبيهم. فيبدا يبقى عنده الثقه الكامله ان هو يقدر يعملها لوحده عشان يتفوق على نفسه ويعملها بعربيته من غير ما يبقى في اي حد جنبه سواء كابتن او حد قريبه او سايس يستنيه عشان يركنه. طبعا بتفيدنا في ايه غير ان هي راكنه زي ما انتم شايفين مستر احمد خالد بيبص في مراياته يمين وشمال، فبتفيدني ان انا لما تطلع معايا على الطريق ما ابقاش قلقان ان انت تكسر الدركسيون بتاعك سنه يمين او سنه شمال، لانك بالتالي عينك هترمي اوتوماتيك لوحدها على المرايه لانك بالفعل اتدربت عليها كويس جدا. فبالتالي بقى عندك القابليه ان انت تطلع على الطريق من غير ما يبقى عندك فيه رهبه او فيه خوف. الرهبه بتيجي من ايه؟ من العربيات اللي بتيجي جنبي سريعه واللي انا مش شايفها واللي بيجي يزنق عليا واللي كل ده بسبب عدم استخدام المرايه كويس. طبعا اغلبيه الناس بتحط ايديها على الكرسي اللي جنبيها وتحط عينيها ورا فبالتالي يبدا يبص ورا. طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطط ستاره ورا علشان محدش يعمل معايا الحركه دي. وتاني حاجه بديله الثقه ان انا بنزل بره العربيه علشان اخليه هو اللي يعمل الحركه
لوحده، وباين له ان هو يقدر يعملها من غير ما حتى الكابتن يكون جنبه ولا حد قريبه ولا اي حاجه، عشان لما يطلع بعربيته ما يكونش عنده الرهبه او الخوف ويدعي لك، ما يكونش محتاجك تاني جنبه. ما تخليش ان هو العميل معاك يغرم تاني، فبالتالي توفر عليه وقت، توفر عليه فلوس، وتوفر عليه مجهود بعد كده، ان هو اي حد محتاجه يفضل واقف جنبه عشان يركن. لا، هو لو طلعت حتى بعربيتك الساعة 4 الفجر في أي مكان تعرف تركنها براحتك، تحت أي مكان، تحت أي بيت، تحت أي جراج. زي ما احنا شايفين مستر أحمد خالد هيبدأ إن هو يظبط الدريكسيون بتاعه، وطبعا في عنده حاطط له في المراية اللي عنده شمال قمع عشان يرجع عليه. هنبدأ نبص عليه مع مستر أحمد خالد، هل هو واقف جنب القمع؟ هل هو ركن مظبوط؟ زي ما احنا شايفين احنا شعارنا مع العالمي انت عالمي، احنا بندرب اسود. نتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد خالد مع اكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. بنعمل النهارده الركنة العمودي على رصيف، طبعا علشان لما تخلص مشوارك او تتفسح براحتك او تيجي تخش مول تعرف تركن عربيتك باحترافية من غير ما حد يجي يقول لك خش يمين خش شمال او اقف او تعالى هنا او تعالى هنا. لا، انت بتعرف وتسمع نفسك وتتحكم كويس جدا في عربيتك علشان تبقى متمكن من جوه، ما تخليش اي حد من بره ياثر على قرارك، سواء ان انت تركن هنا او تركن هنا. لا، اركن براحتك في اي مكان طالما انت شايفه هيجيب عربيتك. زي ما احنا شايفين طبعا بنتدرب مع مستر احمد خالد مع اكاديميه العالمي لتعليم قياده السيارات. بنتدرب على الركنه العمودي باستخدام الايماع، طبعا علشان ما يكونش فيه اي رهبه او اي خوف عند العميل ان هو يبقى خايف يخبط اي عربيه جنبه سواء يمين او شمال، لو هو بيتدرب طبعا على العربيات، فيبقى عنده المقدره ان هو يقدر يعملها من غير اي خوف ولا تردد ولا اي رهبه. زي ما انتم شايفين هو بيرجع على ان القمع بتاعه يمين او العربيه اليمين مش ظاهره في مرايه اليمين، فبالتالي يبدا ان هو يقدم واحده واحده لحد ما تظهر معاه في المرايه. تعالوا نشوف من قدام هو شايف ايه معاه. هو شايف هنا كده المرايه بتاعته هنا فيها قمع، والمرايه بتاعته هنا كده فيها قمع، فيبدا ان هو يرجع لازم يشوف المرايتين عنده، كل مرايه فيها قمع. زي ما احنا شايفين بدأ يبص في مرايته كويس جدا علشان يرجع العربية بكل احترافية وكل مهارة. العربية طبعا مانيوال، بيتحكم في الدبرياج تحكم كلي، مفيش حاجة اسمها ان العربية تفصل مننا، فصلت منك يبقى انت ما اتعلمتش كويس، او انت عندك خوف او رهبة او فوبيا، او رجلك بتترعش على البنزين والفرامل والدبرياج. طبعا الدبرياج ده احنا بنعالجه مع اول حصة، علشان باقي الحصص مفيش حاجة اسمها ان العربية تبطل منك. لا، انا عايزك ماشي ممتاز جدا، تركز في كل الخطوات اللي تعملها، كل حركات ايدك، ما تركزش ابدا لا في دبرياج ولا في بنزين ولا في فرامل، لانك بالفعل اتمرنت عليهم كويس جدا، فبالتالي بقى عندك المقدره ان انت برجلك تشتغل تحت كويس جدا من غير ما تركز فيها. زي ما احنا شايفين بيبدا يركز كويس جدا في مرايته عشان يركز يجيب العربيه جنب القمع. تعالوا نبص هنا كده، ما شاء الله عليه ممتاز جدا جدا، قدر ان هو يجيبها فعلا جنب القمع، لان شعارنا في الاكاديميه مع العالمي انت عالمي وتقدر تعمل اي حاجه. طبعا هو بيظبط الكونديشن بتاعه، نتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد خالد في أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. معانا دلوقتي بنعمل الاختبار الثاني بالنسبة لي، اللي هو الاختبار بتاع الرخصة. دايما بعمله لأغلبية المتدربين معايا علشان أتأكد مليون في المية إن هو بيعرف يتحكم في الديركسيون بتاعه، في سنس الفرامل، في سنس البنزين، في سنس الدبرياج. تاني حاجة بتأكد بعد ما هو اتمكن في كل الحاجات ديت ان هو برضه بيعرف يرجع لورا. ليه؟ لانك ما ينفعش تطلع تبقى برنس قدام وتلاقي نفسك ورا مش شايف حاجة، او تطلع على الطريق تحس برهبة او يبقى عندك خوف. ما كل ده بسبب ان انت مش شايف مرايتك كويس، بسبب ان اللي جاي وراك بسرعة وانت ماشي بالراحة، فبالتالي مش قادر تقدر البعد او المسافة اللي انت تتاخر له فيها. كل ده بنعلمك فيه معانا في العالمي، طبعا لان شعارنا مع العالمي انت عالمي. وزي ما احنا شايفين دلوقتي معانا العالمي مستر احمد خالد
بيبدا يعملها بكل سلاسه وتركيز طبعا مع مراياته الاثنين ودقه الدركسيون بتاعته، لان هو طول ما انت برنس قدام لازم معايا تكون برنس ورا، لان ما ينفعش برنس معانا يجي في اكاديميه العالمي وما يطلعش يبقى عالمي. لازم يكون بيعرف يتحكم في كل الزوايا، يتحكم في كل العربيه، لازم ابقى واقف بره مديله الحريه والسماح ان هو يغلط. انت كده كده جاي تغلط، مش جاي بروفيشنال او مش جاي تعمل اختبار، لا انت جاي تغلط، جاي تتعلم عشان تعرف غلطك، علشان لما تطلع بعربيتك لوحدك ما يبقاش فيه الغلط دوت، او ما يقابلكش وانت لوحدك، يقابلك وانت معانا. زي ما احنا شايفين طبعا اخر حته ببقى عامل له فيها زي طلعه بسيطه عشان اتاكد ان العربيه مش هتقف منه في الدبرياج، وقدر ان هو يعملها بكل سلاسه. نتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد خالد. زي ما احنا شايفين دلوقتي هنعمل الزجزاج، وده بيكون أصعب اختبار معايا وبيكون آخر اختبار. طبعا لما بتحقق كل الاختبارات اللي بتبقى موجودة معاك في الجدول بنخش على الاختبار دوت وما بيكونش موجود في الجدول ده، ببقى أنا حاطه من عندي علشان أأكد للعميل إن هو يقدر يطلع بعربيته لوحده على الطريق. عشان مستر أحمد طبعا ما شاء الله ربنا يبارك ويزيد جاب عربية، فمحتاج ان هو يتمكن ويتاكد مليون في الميه انه قبل ما يطلع بعربيته ان هو واثق ان هو اتعلم صح. فباكد له 100% ان هو فعلا اتعلم صح ويقدر يخش بعربيته في اي مكان، سواء كان زحمه، سواء كان واسع، سواء كان سريع، سواء كان ضيق، سواء كانت حاره مسدوده، يقدر يتحكم بعربيته بابعادها في كل مكان. زي ما احنا شايفين ما شاء الله على التمكن، ربنا يبارك ويزيد، مع مستر احمد مع اكاديميه العالمي لتعليم قياده السيارات. وشعارنا طبعا مع العالمي انت عالمي. وزي ما احنا شايفين العالمي معانا مستر احمد خالد بيقدر ان هو يتخطى كل الاقماع السته اللي انا حاططهم له في خط مستقيم، عملهم بالزجزاج في وش العربيه. دلوقتي هيبدا ان هو يبدا يرجع بظهر العربيه، وده طبعا بيكون الليفل الاصعب. ليه الليفل الاصعب؟ لانك بتتحكم فيه عن طريق رؤيتك للمرايه. طبعا المرايه عمرها ما هتيجي طولها زي طول الفريم بتاع الازاز اللي قدامك، فطبعا التمكن فيها طالما انت بقيت برنس فيها فتقدر تعمل اي حاجه، تقدر تتحكم في رؤيتك لورا، بقيت بمعنى اصح بقيت عالمي بالرجوع لورا، ما بالك الطلوع لقدام. طبعا لازم هو بيرجع يتاكد مليون في الميه ان كل مرايه بيرجع فيها في قمع، يجي الكاوتش جنب القمع ويبدا ان هو يكسر. زي ما احنا شايفين مستر احمد خالد العالمي، طبعا لان شعارنا في العالمي انت عالمي، مع العالمي انت عالمي. فيبدا ان هو زي ما احنا شايفين واحده واحده بيبدا ان هو يظبط ابعاده ويمشي بكل هدوء. طول ما انت محافظ على سرعه العربيه، طول ما انت ماشي صح، طول ما انت بتجري بالعربيه، طول ما انت بوظت كل حاجه، بوظت الزاويه، وفي نفس الوقت ضاعت منك العربيه، لان انت مش هتعرف تتحكم فيها لو جريت منك على قدر الله على الطريق. فبالتالي ده كله بيجيب معاك مشاكل ولا قدر الله حوادث. زي ما احنا شايفين مستر احمد خالد ما شاء الله ما شاء الله مستواه ممتاز جدا، ومستواه طبعا متقدم، ودايما بعمل الاختبار دوت لاي حد معايا مستواه متقدم، وبالتالي طبعا سامح معايا في الوقت، فبالتالي بقدر ان انا اعمله الاختبار دوت عشان اخليه متاكد مليون في الميه ان هو فعلا وصل لمرحله التمكن ويقدر يطلع بعربيته في اي مكان. وزي ما احنا شايفين بيعملها طبعا واحنا مدين انتظار، وهو كان داخل كان مدي الاشارات. طبعا نتمنى له كل الخير والتوفيق، ويبقى بيبص على اخر قمع عشان يتفاداه، ويبقى بالتالي خلص كل الامتحانات بتاعتنا، وهنقدر دلوقتي نطلع على الطريق، مش هيبقى فيه اي حاجه تخوفه او توقفه، ويقدر ما شاء الله يتحرك بعربيته من النهارده بعد انتهاء الكورس. اتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونخش على التحدي اللي بعده اللي هو الطريق السريع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد خالد مع اكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. معانا دلوقتي مستر احمد خالد بنبدأ ان احنا نطلع طلعة الكوبري. يلا يا مستر احمد اتفضل. طبعا بنعملها من غير ما العربية ترجع مننا ولا تقف مننا على طلعة الكوبري. عايزين نعملها تاني، نقف ونطلع تاني. زي ما احنا شايفين بنطلع واحدة واحدة اهو. عايزين نعملها تالت.
العربية بتطلع لقدام من غير ما تبطل ولا ترجع مننا. زي ما احنا شايفين بنقدر نطلع بكل سهولة مع مستر احمد. طبعا نتمنى له الخير والتوفيق ونخش ان شاء الله على الطريق السريع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر احمد خالد مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا زي ما احنا عارفين شعارنا مع العالمي انت عالمي، ودلوقتي معانا العالمي مستر احمد خالد. اتفضل يا مستر احمد. بصراحة يعني أستاذ خالد ده أنا كنت يعني الكورس بتاعنا كان ساعتين، كنت بقول له إن أنا أحتاج حصص تاني، قال لي لأ، والحمد لله جه في الآخر طلعت على الطريق بالعربية واداني حاجة إضافية اللي هي الزجزاج، والمعاملة تمام جدا وبيعاملوا الناس باحترام وبطريقة كويسة جدا. ما شفتش منهم بصراحة أي معاملة وحشة. كنت انت بتقول ان انت محتاج حاجة أنا كنت تاني. النهاردة بقول له أستاذ خالد أنا محتاج حصة إضافية تاني، قال لي لا انت مش هتحتاج حاجه. وبالفعل انا طلعت النهارده بالعربيه، انا ماشي بيها على الدائري اهو الحمد لله، واثق من نفسي جدا وماشي بيها لوحدي وما بيقوليش اي كلمه وانا ماشي بصراحه. فهو مكتب العالمي بصراحه يعني هتطلع من هناك عالمي. تمام. زي ما احنا شايفين العالمي معانا مستر احمد خالد قدر ان هو يطلع على الطريق بكل سهوله. نتمنى له طبعا الخير والتوفيق ونخش على الخير. السلام عليكم. طبعا انا نسيت حاجه بس بسيطه لمستر احمد. دي هديه كده بسيطه من كوين لاجلك. دي حاجه كده هديه بسيطه طبعا لاي حد بيتدرب معايا عشان احفزه واعرفه ان هو مستواه ممتاز جدا. شكرا ليك يا كابتن. حاسس ان فايتك اي حاجه في الكورس او حاجه متدرب عليها تاني؟ لا بصراحه يعني الله يبارك لك. انا كنت حاسس ان انا ناقص، انا قلت لحضرتك ان انا هعوز حصه كمان، حضرتك قلت لي لا، وبالفعل انا طالع على الطريق وماشي على دائري كمان. طيب يعني انا اعتبر وفرت عليك وقت ومجهود وفلوس، صح كده؟ وقت وفلوس طبعا. تمام. نتمنى ليك طبعا الخير والتوفيق. شكرا. ان شاء الله نخش من زحمه تاني اللي احنا طلعناها على الطريق دي زي ما احنا شايفين، وهنطلع تاني على زحمه تاني وهخليه يخش دار السلام بالعربيه. شكرا لكم، نتمنى له الخير ان شاء الله والتوفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوف اي حد محتاج اي حاجه يبعت لنا طبعا على رسائل البيج او يكلمنا على التليفون واحنا هنكون تحت امر. السلام عليكم.